بنبدأ وبنتعرف على هايمي ريس اللي كان لسه راجع من السفر لأنه كان عايش وبيدرس بره، ودلوقتي هو اتخرج من الكلية وبيشوف عيلته وبيلموا الشمل من تاني، وبيتبسط جدا لما بيشوفهم لأنه بقاله سنين ما شافهمش. بس هايمي بيتصدم لما بيعرف من عيلته إنهم على وشك يفقدوا بيتهم اللي عايشين فيه في أي وقت، والمحل اللي كانوا فاتحينه اتقفل وما قدروش يستحملوا كل المصاريف اللي كانت عليهم، وخصوصا لما أبو هايمي جات له سكتة قلبية وكان هيموت، فاضطروا يبيعوا حاجات كتيرة جدا. وحاليا هما معهمش فلوس والعيلة ماديا منهارة، وهايمي نفسه دلوقتي يساعد عيلته فبيدور على شغل، بس ما كانش في حد عاوز يشغله بالرغم انه لسه متخرج. فاخته ميلاجرو بتقرر تساعده وبتجيب له شغل في المكان اللي هي بتشتغل فيه، وبتجيب له شغلانة عامل نظافة في قصر واحدة اسمها فيكتوريا كورت، واللي تبقى الرئيس التنفيذي لشركة كورت. وفي يوم كان هايمي وميلاجرو شغالين في قصر فيكتوريا، وفيكتوريا بترجع من بره وبنتعرف على بنت اخوها جيني كورت، وبنشوف اعلان لشركة كورت على المشروع اسمه اوماك. واوماك دي بدلة خارقة ومليانة مميزات، وفيكتوريا كانت بتخطط انها تبيع الاختراع ده للجيش، بس جيني كانت رافضة ان الشركة تشتغل على مشروع اوماك لان الملف بتاع المشروع ده اتقفل من زمان من قبل ابوها تيد كورت، وتيد ده كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة كورت. وجيني بتطلب من فيكتوريا انها توقف مشروع اوماك، ولكن فيكتوريا بترفض وبتقول لها ما تنسيش نفسك، انا صاحبة الشركة وانا مشغلاكي في الشركة علشان ابوكي مش اكتر، وبتهددها وبتقول لها ما توقفيش في سكتي. وكارباكس الحارس الشخصي لفيكتوريا كان هيمد ايده على جيني، وهايمي ساعتها كان سامع الحوار اللي داير ما بينهم وبيقرر يتدخل لانه ما كانش حابب يشوف جيني متضايقه، وبسبب انه اتدخل في حاجه ما تخصوش فيكتوريا بتطرده هو وميلاجرو من البيت، وبيطلعوا هما الاتنين بره القصر، وجيني بتيجي وراهم وبتتاسف لهم انهم اتطردوا من شغلهم، وبتدي رقمها لهيمي وبتوعده انها هتجيب له شغل تاني. وهيمي بالليل كان متردد يقبل الشغل من جيني ولا لا، بس ابوه بيكلمه بيقنعه يكلمها ويقبل الشغل منها. وتاني يوم العيلة كلها بتوصل هيمي قدام شركة كورت، وهيمي حس بالإحراج بسبب صوتهم العالي وتشجيعهم والحماس المفرط اللي عندهم. وفي نفس الوقت جيني اتسللت لأوضة محظورة في الشركة وبتسرق جعران أثري من الشركة، وخبت الجعران في صندوق أكل، والجعران ده كان قطعة مهمة جدا في مشروع أوماك بتاع فيكتوريا. وهايمي بعدها شاف جيني فراح جري عليها، وفي نفس الوقت جهاز الإنذار بيشتغل بسبب اختفاء الجعران، فجيني بتدي لهايمي الصندوق اللي فيه الجعران وبتطلب منه يخبي الصندوق ده في مكان آمن، وبتحذره ما يفتحش الصندوق ده نهائيا. وهايمي لما بيروح البيت بيحكي لعيلته على اللي حصل، وكلهم بيزنوا عليه انه يفتح الصندوق، وميلاجرو بتفتحه وبتشوف الجعران وبيقعدوا يحدفوا الجعران لبعض، وهايمي بيتضايق منهم وبياخد منهم الجعران، وبمجرد ما مسكوا الجعران بيلمع وبينط على وشه، والعيلة كلها بتخاف على هايمي، وبيحاول رودي يشيل الجعران من على وشه، بس في كهرباء بتخرج من الجعران وبتنتشر في البيت كله وبترمي رودي بعيد عن هايمي، وبعدها الجعران بيخش في جسم هايمي، وهايمي بيزعق لما جسمه بدأ يتحول وجسمه بالكامل بيتغير وبتظهر عليه بدلة زرقاء. وبعدها هايمي بيسمع صوت واحدة ست من جوه البدلة، وده بيكون سيستم في الجعران اسمه كايجيدا، وكايجيدا دي علشان توري لهايمي قدرات البدلة بتطيره في السماء وبتخليه يطلع بره الغلاف الجوي ويشوف الأرض من فوق، وبيشوف الأرض لمدة ثواني وبعدها بيبدأ يقع، وفي جناحات بتطلع من ظهره قبل ما كان هيقع في المية، والبدلة بتخليه يطير لوحده وبيقع على العربية. ولما كان في أتوبيس بيقرب منه البدلة بتطلع درع وبتحميه وبتجيب الأتوبيس نصين، وهايمي بيطير لا إراديا تاني وبيرجع لبيته، وبيظهر قدام عيلته وهو عريان وبيقع من طوله وبيفقد الوعي بعد اللي حصل معاه، ولما فاق راح يلبس هدومه وبيزعق لما شاف الجعران الأزرق لازق في ظهره. فهايمي كان عاوز يروح لجيني علشان يشوف حل في الموضوع ده، بس رودي بيقول إن شركة كورت ممكن تكون عاملة علاقات كويسة مع البوليس، فلو البوليس عرف إن في سلاح عسكري موجود جوه جسم هايمي فكلنا هنروح في داهية. هايمي ما سمحتش لهايمي انه يمشي، ولكن هايمي بيهرب بسرعة لما عيلته كلهم كانوا عمالين بيتكلموا، وبيروح هايمي يدور على جيني علشان تشيله الجعران ده، وبيلاقيها وهي بتهرب من شركة كورت وبتركب معاه العربية وبيهربوا من رجالة فيكتوريا. وهايمي بياخد جيني للبيت عنده، ورودي ما كانش موافق على وجود جيني، وجيني متجاهلاه وبتسأل فين الجعران، وبتتفاجئ لما بتعرف انه في ظهر هايمي، وبتقول جيني ان الجعران ده سلاح قوي ومدمر وابويا اللي حصل عليه من زمان، والجعران هو اللي اختار هايمي علشان يرتبط معاه. وجيني ما كانتش تعرف ازاي ممكن يشيلوا الجعران من هايمي، بس كانت عارفة مكان المخبأ الخاص بتاع ابوها، وبتقول هناك ممكن نلاقي اجابات لاسئلة كتير، بس علشان يخشوا المخبأ ده فهم محتاجين مفتاح معين موجود في شركة كورت. وبعدها رودي بيوصل هايمي وجيني عند الشركة، وهما الاتنين بيتسللوا لجوه علشان يسرقوا ساعة ابو جيني واللي هي مفتاح المخبأ بتاع ابو جيني. ولكن قبل ما هما كانوا هيهربوا بيشوفوا قدامهم كارباكس
الحارس الشخصي بتاع فيكتوريا، ولما جري على هايمي علشان يضربه بتظهر بدلة الجعران وبيخشوا هما الاتنين في معركة. وكارباكس كان عنده نسخة أولية من مشروع أوماك، بينما جيني بترجع العربية لرودي. وهايمي ما قدرش يقف قصاد كارباكس لأنه لسه مش عارف يستخدم البدلة، وكارباكس كان هيقتل هايمي بس رودي بينقذه وبيخبط كارباكس بالعربية وبيطيره، وهايمي بيركب معاهم العربية وبيتحركوا. وكانوا في طريقهم لمخبأ تيد أبو جيني، وبيوصلوا لقصر تيد كورت، وجيني بتفتح القابو باستخدام الساعة وبيخشوا المختبر السري بتاع تيد، وبيطلع انه كان مخبي بدلته الخارقة هناك ومسمي نفسه بلو بيتل. ورودي بيقول لهايمي بلو بيتل ده كان بطل خارق زي سوبرمان وفلاش. هو ما كانش قوي زيهم بس تيد كان شخص عبقري. ورودي بيقعد على الكمبيوتر وبيحاول يخترقه، وجيني وهايمي بيطلعوا للدور اللي فوق، وكايجيدا بتشفي الجروح بتاعت هايمي وبتقول له جيني ان تيد ابوها قضى عمره كله وهو بيدرس الجعران، وام جيني هي اللي الهمت تيد انه يصبح بطل خارق. ولكن الجعران ما اختارش تيد وما ارتبطش معاه، فقرر تيد انه يصنع بدلة خارقة خاصة بيه وصنع لنفسه المعدات وسمى نفسه بلو بيتل. ولما ام جيني ماتت تيد بعدها على طول اختفى ومفيش حد عارف مكانه، وهي عجبتها العلاقة اللي عاملها هايمي مع عيلته، بس في نفس الوقت حست بالغيرة لانها كان نفسها يكون عندها عيلة زي دي. وبعد ما جيني فتحت قلبها لهايمي كانت بتميل عليه علشان تبوسه، ولكن بيخش عليهم رودي اللي جه علشان يقول لهم انه نجح في اختراق كمبيوتر تيد وانه لقى شوية معلومات عن الجعران. ومبدئيا كده الجعران ارتبط مع واحد قبل كده اسمه دان، ودان ده كان الاستاذ بتاع تيد، بس الجعران ساب دان لما دان مات. وبيطلع ان الجعران مش بيسيب الشخص اللي مرتبط معاه نهائيا الا في حالة الموت، وبيفضل مرتبط بدماغ الشخص اللي مرتبط معاه ومرتبط بكل خلية في جسمه. والجعران بيحمي الشخص اللي مرتبط بيه بكل الطرق. وهايمي بيتضايق بعد ما سمع الكلام ده لانه كده هيفضل مرتبط بالجعران لبقية حياته، ومش بيرضى يتكلم مع جيني لانها السبب في اللي هو فيه. فبيجي له رودي وبيتكلم معاه وبيحسن مزاجه شوية، وبيقول له جايز مصيرك تكون شخص عظيم بفضل الجعران اللي جوه جسمك. وفعلا هايمي بدأ يقتنع شوية، بس بعدها بيشوفوا طيارة تبع فيكتوريا طايرة في السماء ورايحة لبيت عيلة هايمي، فبيحاول يتحول ويلبس البدلة بس مش بيعرف، وبيفتكر كلام رودي ان الجعران بيحمي الشخص المرتبط بيه، فبينط من على السطح وفعلا كايجيدا بتلبسه البدلة وبيطير هايمي وبيرجع لبيته وبيحمي عيلته من رجالة فيكتوريا. ولما فيكتوريا شافت ان الرصاص مش مؤثر في هايمي بتؤمر رجالتها انهم يضربوا نار على عيلة هايمي، فهايمي بيحميهم من الرصاص بجناحاته وبيهزم معظم رجالة فيكتوريا، بينما عيلته بيطلعوا يجروا. بس في واحد من رجالة فيكتوريا بيوقع ميلاجرو، فابوها البرتو بيجري عليها علشان ينقذها ولكنه بيتضرب وبيقع على الارض. وهايمي كان بيتعارك مع جنود فيكتوريا وبعدها بيصب تركيزه كله على كارباكس، وكارباكس كان مجهز سلاح معين يضربه عليه، ولكن البرتو بتجيله سكتة قلبية وبيقع من طوله. وهايمي كان بيحاول يجري عليه ولكن كارباكس بيضربه بسلاح كهربائي بيجيب هايمي الارض وبينفجر بيت عيلة هايمي، والعيلة كلها بتتجمع حوالين الاب البرتو وهم متضايقين وبيعيطوا عليه، بينما هايمي اتقبض عليه من رجالة فيكتوريا. وبتوصل عربية الاسعاف متأخر والبرتو كان خلاص مات. وتاني يوم العيلة بتقرر انهم لازم ينقذوا هايمي باي شكل، وجيني بتاخد العيلة لقصر تيد وبتركبهم طيارة كانت بتاعة تيد اسمها طيارة الحشرات وهيستخدموها وهم رايحين ينقذوا هايمي. وجيني بتسيبهم كمان يستخدموا اسلحة وادوات ابوها وبيحطوا الخطة للهجوم، وبيتحركوا بعدها على جزيرة قريبة من دولة كوبا، وهناك هايمي كان مسجون، وهناك كانوا برضو بيطوروا اوماك. وبعدها جيني والعيلة بيوصلوا وبيهزموا معظم رجالة فيكتوريا باستخدام طيارة الحشرات. وجيني وميلاجرو بيتسللوا لجوه علشان يلاقوا هايمي، وشافوا اوضة جواها وحدات كتيرة من اوماك بتتعزز وبتستمد قوتها من الجعران. وعلى الناحية التانية فيكتوريا بتقول انها بتخطط تبني الالاف من الجنود الخارقين، وعملية نقل الطاقة من الجعران لأوماك هتموت هايمي. وسانشيز العالم المسؤول عن كل الليلة دي ما كانش موافق على خطط فيكتوريا، بس هي بتجبره يشتغل ويعمل اللي هي بتقوله عليه، وبيبدأ بجهاز الأوماك اللي عند كارباكس. وهايمي بيبدأ يزعق وبيتألم والقوة بتتسحب منه وبتروح لكارباكس، وقلب هايمي كمان كان قرب يقف ولكنه بيشوف رؤية لابوه وهو بيحتضنه وبيشجعه وبيقول له تقبل قدرك وقاتل. بينما في نفس الوقت جيني وميلاجرو وصلوا لأوضة هايمي وحطوا متفجرات على الحيطة اللي موجود وراها هايمي، وبتنفجر الحيطة وهايمي أخيرا بيتحرر. بس الأوان قد فات لأن كارباكس اتشحن بقوة جبارة من الجعران، وسانشيز كان عاوز يساعد هايمي ولكن كارباكس قتله. وهايمي لما شاف كارباكس قدامه طلع جري فورا، وهايمي ما كانش يقدر يحاربه دلوقتي لأن الجعران استهلك بقوة. وبيشوف جدته في السكة اللي كانت ماسكة الآلي وخلصت على رجالة فيكتوريا، وبيرجعوا للطيارة وبيكتشفوا إن جيني وميلاجرو لسه جوه المبنى، فهايمي بيقرر إنه يرجع علشانهم. بينما جيني كانت فاقدة الوعي بعد الانفجار، ولما فاقت
فائت كانت قبض عليها من فيكتوريا، اما ميلاجرو كان بيطاردها رجالة فيكتوريا. وبيوصل هايمي بعد ما بدلته اتشحنت وبيقتل الرجالة اللي بيطاردوها وبينقذ اخته وبتحضنه. وبيكتشف هايمي ان جيني مش موجودة وكان رايح يدور عليها، ولكن بيظهر كارباكس وبيهاجمه والاتنين بيخشوا في معركة شرسة وهايمي كان هو خسران. وقبل ما كان كارباكس هيقتل هايمي بيوصل رودي وبيرمي حجارة على كارباكس، فكارباكس بيضرب صاروخ على رودي. وهايمي بيفتكر ان رودي مات فبيتعصب جدا وعايز دلوقتي ينتقم لابوه ولعمه، فبيجمع كل قوته وبيهاجم كارباكس. وهايمي بيتفوق عليه وبينزل فيه ضرب وكان عاوز يقتله كمان، بس كايجيدا بتمنعه. وكايجيدا كان عندها القدرة انها توري لهايمي الماضي بتاع كارباكس، وده لان الجعران كان متصل بكارباكس. وبيطلع ان كارباكس فقد امه في سن صغير بسبب هجوم ارهابي، واصبح بعدها جندي من وهو صغير ونشأ في بيئة قاسية. وبعدها خدته فيكتوريا وخلته فار تجارب لمشروع اوماك، والحياة المؤلمة اللي عاشها كارباكس حولته لشخص متحجر القلب. وهايمي بعد ما عرف قصته صعب عليه ومرضاش يقتله وبيساعده وبيقومه. وعلى الناحية التانية جيني كانت في الطيارة مع فيكتوريا، وبتقول فيكتوريا انها معاها نسخة من بيانات الجعران، فهي تقدر تبدأ من اول وجديد عادي جدا وتصنع بدل اوماك جديدة. وجيني بتطلع لبانة كده بتتنفخ جامد وبتملى الطيارة وبتموت الطيار، والطيارة بعدها بتقع وبينجو منها جيني وفيكتوريا بفضل اللبانة دي. وعلى طول جيني دمرت الجهاز اللي عليه بيانات الجعران، وبيجي لهم كارباكس وهايمي، وفيكتوريا بتؤمر كارباكس انه يقتل جيني وهايمي، ولكن لأول مرة كارباكس مش بيسمع كلامها وبيتقلب على فيكتوريا لأنها كانت بتعامله كفار تجارب. وبيشكر هايمي انه خلاه يفتكر، وبيسيب هايمي وجيني يهربوا وبيظبط بدلته انها تنفجر، وبيسحب فيكتوريا بعيد علشان يموتها. وبعدها بتنفجر بدلته بالمعمل بفيكتوريا بكل حاجة، وبيرجع هايمي للسفينة وبيتجمع مع عيلته وجيني ورودي اللي كان لسه عايش، وبيحضنوا بعض وبيعيطوا علشان عدوا المحنة دي سوا. وبعدها جيني بتصبح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة كورت، وعيلة هايمي بيقفوا قدام بيتهم المحروق حدادا على موت ألبرتو. وجيني بتوصل بعدها علشان تعزيهم، وبتدي رودي عربية جديدة وبتقول لهم ان شركة كورت هتكون مسؤولة عن بناء البيت بتاعكم من جديد، وبتسيبهم وكانت راجعة لقصر ابوها. وهايمي بيجي وراها وبيعرض عليها يشيلها ويطير بيها ويوصلها لهناك، والاتنين بيعترفوا بحبهم لبعض. وبعدها بياخدها وبيروحوا على هناك، وفي المختبر بتاع تيد بتيجي رسالة منه انه لسه عايش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، واللي وصل لاخر الحلقة عاوزك تحط ايموجي البطل الخارق في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة، وباي باي.